الخيط من كلامك عن الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، أنه لم يكن عالما فقط لكن كان إداريا، ينبغي أن يدرس مذهبه في الإدارة. طيب يعني أكثر الناس لا يعرف هذا الجانب من حياة الشيخ ابن باز، جانب الإدارة. ومعروف أن أي عمل ناجح لابد أن يكون خلفه إدارة ناجحة. يعني كيف يعني تسلط الضوء على هذا الجانب الذي لا يعرفه حتى كثير من أهل السعودية يعني؟ نعم، هذا الجانب يعني كما ذكرت ما يعرفه كثير من الناس. أولا الجانب الإداري مثلا، يعني مدير لجامعة، أولا لا يكاد يكون هناك طالب إلا ويعرفه ويعرف اسمه، معرفته بكل العاملين عنده، معرفة الدقيقة بهذا العامل الذي يعمل عنده، سواء كان على مستوى عالي كأستاذ أو ما دون ذلك، مشاركته في كل يعني الأنشطة التي يعني كانت، مثلا كان في الجامعة كنا نقوم بأنشطة خارج الفصل الدراسي، منها رحلات مثلا إلى خارج المدينة كان يشارك فيها. الشيخ بعد ذلك يعني إدارته للجامعة، سواء كان إدارته للمجلس التأسيسي أو إدارته للأساتذة والمدرسين أو معرفته بالطلاب ومشاكلهم، يعني لا تكاد تكون مشكلة طالب إلا وهي عنده. ثم بعد ذلك نجد أن الشيخ يعني ارتقى بالجامعة فأسس كليات أخرى، وسأذكر مثال على تأسيسه لبعض الكليات، مثلا كلية القرآن. كلية القرآن أرسل الشيخ أحد أبناء القراء المشهورين، وهو أخونا وزميلنا ابن الشيخ عبد الفتاح القاضي، عبد الفتاح قاري. نعم، وكان من أحسن الناس تلاوة للقرآن. بعدما تخرج من الجامعة أرسله الشيخ ليتعاقد مع شيوخ من شيوخ القراءات ليدرسوا في الجامعة. فلما جاء هنا والتقى بالمشايخ، مشايخ القراءات الكبار في مصر، رجع للشيخ يقول: يا شيخ كلهم مشركون وأنت بالخيار. هذول الناس يسبون، يقول لك يعني كثير من يقول له وهابية، احنا ما نروح ندرس عند الوهابي، كيف ندرس الوهابية القرآن؟ وما ديت علما مع يعني العطاء الجزيل الذي أعطي لهم. فقال له الشيخ مع هذا الشيخ بن باز، قال له مع هذا تعاقد معه، وأنا أريدهم ليعلموا يعني أبنائنا القرآن الكريم. تعاقد معهم وانشئت كلية، والحمد لله تحول كثير من هؤلاء المشايخ، أصبحوا يعني من أهل العلم والفضل وأهل الدعوة وأهل التوحيد كذلك. الشيخ لما كان أصبح مفتي كان يدير 3 إدارات، أذكر كمثال إدارة، يعني إدارة الإفتاء وإدارة الدعوة وإدارة البحوث، وهو المفتي العام. في الإفتاء العام كان له مفتين على كل المدن، وهؤلاء يعلم كل مفتي في كل مدينة ويعلم ما يفتي به وتنقل له ديت. في إدارة الدعوة مثلا كان هناك له في الدعوة شعبتين: الدعوة الرسمية اللي هم دعاة رسميين معينين داخل المملكة وخارج المملكة، في مراكز دعوية خارج المملكة، يعرف كل واحد فيهم وماذا يعمل. ثم له إدارة يعني شعبة ثانية من الدعوة اللي هي الدعوة المحتسبة داخل المملكة، وهؤلاء كل الدعاة المحتسبين، كل الآن الشخصيات اللي يعني الشهيرة في المملكة من الدعاة له اجتماع بهم كل شهر ويتابعهم. وهؤلاء الدعاة المحتسبون إما دعاة يعني لهم إعلام كبير ولهم حضور ولهم عمل كبير، والشيخ يجلس لهم معهم ويديرهم، فيدير الدعوة المحتسبة ويدير الدعوة الرسمية. وكذلك في البحوث، يعني إدارة البحوث إدارة كبيرة، بحوث في كل شأن من الشؤون. ثم مشكلات الناس، أكبر عالم وعى وجلس لمشكلات الناس،
فتنصب عليه مشكلات الناس من كل مكان، ليس المشكلات الناس اللي هم يأتونه يعني في ديوانه فقط. فلا أعلمه يعني عالم يجلس للناس ويتحمل يعني معاناتهم وآلامهم ويعني ديت مثل هذا الرجل الذي ديت. يعني أنا واحد من الناس مثلا، الشيخ يعرفني ويعرف من أنا ومن أين ديت وكل تاريخي، ويعرف اسم طبعا والدتي وأخواتي وأبنائي وكل ديت، كل هذا يعرفه عني معرفة تفصيلية. وعندما أتي يسألني عن كل فرد فيهم وماذا ديت، شو الوالدة شلونها وفلان ديت كانت عملت ايش وكذا ديت. ف يعني كان يتميز بحافظة. أنه رجل أمة يدير أمة، ما هو ليس رجلا، لم يكن رجلا يعني عالم عادي مثلا يعلم درسه ديت. هذا مع عدم انقطاع كذلك عن دروس المستمرة. يعني في المدينة كان له درس بعد الفجر، درس في صحيح البخاري، ودرس بعد المغرب، ودرس بعد ديت، دروس مستمرة. يعني نشاطه العلمي أو نشاطه العلمي والدعوي قد يكون 14-15 ساعة من اليوم والليلة، ثم قيام الليل في الليل. كيف يطلع بهذه الأعمال؟ هذا أمر أنا أراه أمر معجز ما فيه ديت. ثم إنه طبعا يعني يدخل في باب الإدارة وديت. لم يأكل مع أولاده أكثر من 70 سنة، كل طعامه الأساسي غداءه مع ضيوفه، ولا يأتي أحد إلا ويستضيف على مائدته. وهذا لا يطيق هذا أحد إنه يعني يجلس للناس على هذا النحو. وأذكر أحيانا يعني كان الوالد دائما أحيانا يلاطفه بعض الملاطفات، نروح له بعد الفجر نصلي الفجر مثلا ونذهب إليه، فيجي لو تأخر شوي عند أهله الوالد يمازحه يقول له احنا الآن جايين من زمان وانت قاعد عند أولادك ننتظرك. فكان يعني سبحان الله وقته وجهده وعلمه واستيعابه للناس. بعض الإخوة كان يريد يعني يحب أن يعلم مدى يعني فطنته وذكائه، فيجي صاف يسلم عليه، فعلى طول يقول له اسمه على طول، يقول له فلان، يعني بمجرد وضع اليد في اليد، بس باليد، يعني تضع يدك فيه مثلا والله تسلم عليه تقول له أبو إسحاق الحويني، خلاص هذه تنطبع. سبحان الله لو جيت بعد سنة صافحته يقول لك الشيخ أبو إسحاق. هذا عجيب. نعم. سبحان الله. هذه كذلك هذه، فهذا كان سبحان الله يعني فيه أمور عجيبة جدا. نعم. يعني هو ترك بصمته عليك لا شك في أي معنى من المعاني تأثرت به أكثر من علمه. يعني تواضعه، وأنا كان لي معه مواقف يعني مثل ما تقول هديت. يعني مثلا أنا جيت في مسألة سألني يعني أحد الإخوة سؤال، الطلاب كانوا يعتبروني يعني مثل مبرز فيهم كذا، كنت أنا رئيس النادي في الجامعة وهذه، فسألني سؤال وأفتيت بفتوى كان أفتى بها الشيخ نصر، لا تحضرني الفتوى. ثم راح يعني بلغ الشيخ، قال له يا شيخ أنا سألت عبد الرحمن سؤال كذا وأفتاني بكذا وكذا. طيب الشيخ يريد أن يرى أن هذه الفتوى يعني غير موافقة للحق، فإيش سوى؟ رحت له في مكة، يعني أنا دخلت عليه في مكة فكان وحده، فقال لي عبد الرحمن، قلت له نعم. قال لي في أحد في المجلس؟ قلت له لا. قال لي تعال. ثم وعظني شد علي، لكن انظر ما قال لي هالكلام. الأول سألني قال لي في أحد جالس في المجلس؟ قلت له لا يا شيخ ما في أحد، ما في غير أنا. فيكلمني وقال لي يعني الآن أنتم تتركوا ابن عباس وتأخذ فتوى الشيخ ناصر؟ يا ما ديت يعني، وشد عليه في الكلام ديت. قلت له يا شيخ والله أنا كنت سمعت هالفتوى والرجل سألني وأفتيت يعني بقول شيخنا الشيخ محمد ناصر بن الألباني. فقال لي شلون تترك كلام ابن عباس وتأخذ كلام الشيخ ناصر؟ لكنه لم يقل هذا، يعني ما جاني في محضر من الناس وكذا وكذا، ولكن جاء
لاطفني يعني بالكلام وقال لي شلون تصير هذه. أي نعم. ولي مواقف معه يعني كثيرة يعني تدل على أن الرجل طبعا هذا كله يعني يؤثر في النفس. تواضعه، تواضعه الشديد، رجل متواضع ما في تشعر فيه ديت. ثم أنك تجلس مجلسه ما في مجلس للدنيا، ما في شيء للدنيا، كل جلساته يعني كل مجالسه يعني في الدين. ثم هو رجل كذلك يعني ممازح، يعني له مزحات له كذا، يعني الناس يشوفوه يعني. لأن أنا كنت أحيانا أجلس معه في الجلسات يعني الخاصة، أحيانا أجلس في يعني مجلس، كان يدخلني أحيانا في مجلس اللجنة المحدودة في لجنة الفتوى مع الشيخ عبد الرزاق عفيفي، كان يدخلني يعني رحمة الله عليه. فكان لا شك له أثر كبير في نفسي يعني.